خليني نطلب منك دابا حاجة وحدة. حبسي شوية وخلي هاد السؤال يطلع لسطح الوعي ديالك. واش كتعيشي حياتك كيما بغيتي ولا كيما الناس متوقعين منك؟ بزاف الناس عمرهم ما طرحوا هاد السؤال، كيكبروا كيخدموا كيعطيو وكيصبروا، ولكن في داخلهم واحد الاحساس خفيف، احساس بالفراغ ولا بالثقل ولا بان شي حاجة ماشي في مكانها. هاد الاحساس ما كيعنيش انك ضعيفة، ما كيعنيش انك ما كتقدريش راسك، ولكن غالبا كيعني انك ما تعلمتيش ترسمي حدودك. واحد التقدير النفس ديالنا كيضعف بشويه بشويه من غير ما نفيقوا. بزاف الناس كيخلطوا بين تقدير النفس وبين الثقه الزائده، ولكن تقدير النفس الحقيقي ما كيحتاج لا صوت عالي ولا اثبات للناس. السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في قناه ارتقي للافضل. انا ساره وفرحانه بوجودكم معايا اليوم. هذه المساحه معموله لكل واحد باغي يتعلم كيفاش يطور من نفسه، يعيش في هدوء. الا كنتي كتقلب على التغيير الحقيقي، مرحبا بك، راك في المكان المناسب. شنو هو تقدير النفس فعلا؟ تقدير النفس هو انك تعترف بقيمتك حتى لما اعترف بها حتى واحد. هو انك تحترم التعب ديالك، الوقت ديالك والمشاعر. هو انك ما تبقاش تحتاج تبرر علاش قلتي لا. هي الطريقه كيفاش كتهضري مع راسك ملي كتغلطي. الانسان اللي ما عندوش تقدير النفس غالبا كيكون طيب بزاف وفي نفس الوقت متعب، حيت ديما كيحط نفسه في المرتبه الاخيره. واحد الحاجه خاص نفهموها، الناس ما كيتعداوش حدودنا صدفه، هم كيدخلوا غير الحدود اللي حنا خلينا مفتوحه. وهنا المشكل منين بدا بكري. بدا ملي كنتي صغيره وسمعتي سكتي، ديري بحال الناس، ما تعقديش الامور، صافي تحملي. وبشويه بشويه تعلمتي ان السلام هو السكوت، والقبول هي التضحيه، والحب هي انك تنسي راسك. ولكن الحقيقه مختلفه بزاف. شنو هما الحدود؟ الحدود ماشي حيطان، الحدود بحال خطوط الطريق، كتقول من هنا نقدر نمشي ومن هنا خصني نوقف. الا ما كانوش حدود، حتى واحد ما غادي يعرف فين يوقف، حتى انت. وهنا كيوقع الاستنزاف، كتعطي وتعطي وتعطي حتى كتفيق واحد النهار ما بقى عندك ما تعطي. الحدود ماشي قسوه وماشي انانيه، الحدود هي لغه احترام. ملي كتقولي ما نقدرش دابا، هادشي ما مريحنيش وخاصني وقت لراسي، راه ما كتأديش، راه كتوضحي. الانسان اللي كيغضب ملي كديري حدود غالبا كان مستافد من غيابها. علاش كنحسوا بالذنب ملي كنحطوا حدود؟ حيت بزاف منا تربى على فكره خاصك تكوني دائما متاحه، خاصك ترضي الناس وخاصك تسكتي باش تبقى الامور هادئه. ولكن الحقيقه هي، الا ما حميتيش نفسك ما غادي حتى واحد يديرها بلاصتك. الذنب كيجي في الاول طبيعي، هو علامه نضجك، ومع الوقت كتولي تحسي بالراحه، كتولي تسمعي لراسك، وبشويه بشويه كتخرجي من النسخه القديمه ديالك. غنعلمك هنا كيفاش ترسمي حدودك. ما خصكش تقلبي حياتك فجأة، بداي بهاد الطريقة. راقبي نفسك، فين كتحسي بالثقل، مع شكون كتحسي خاصك تبري بزاف. بدلي الردود الصغيرة، بدل صافي خليني نفكر، ما نقدرش دابا. وتقبلي عدم الارتياح، راه طبيعي تحسي بالقلق، ولكن هذا القلق مؤقت. الراحة اللي غتجي من بعد غتكون أعمق وأصدق. كيفاش تبني تقدير نفسك خطوة بخطوة؟ ما خاصكش تقطعي الناس ولا تقلبي حياتك في نهار. بداي بهدوء، سولي راسك واش هادشي اللي درتو اليوم كان على حسابي. سولي راسك علاش قلت نعم وانا كنت باغي نقول لا، وسمحي لراسك تغيري الراي. تقدير النفس كيبان في الحوايج الصغيره، ملي كترتاحي، ملي كتحسي بالتعب، ملي كتقولي لا بلا شرح طويل، ملي ما كتبرريش كل احساس. وكيبدا يتقوى ملي كتسمعي لراسك، تحترمي اشارات التعب وما تعاقبيش راسك، تعاملي مع نفسك بلين. تقدير النفس كيتبنى في التفاصيل الصغيره، في الكلمات اللي ما قلتيهاش، وفي الحدود اللي حميتي بها قلبك. الا كنتي طول حياتك كتصلحي وكتحتوي وكتسكتي، راه دابا الوقت باش تعلمي راسك تكوني حاضره، ماشي فقط مفيده. تقدير النفس ماشي حرب مع الناس، هو سلام مع راسك. ونبغي نقول لك ما كيعنيش ان الناس غادي يعجبهم التغيير ديالك، ولكن كيعني انك اخيرا غادي تعجبي راسك. يمكن دابا كتسمعي كتقولي عارفه هادشي ولكن صعيب نطبق. وصحيح التغيير صعيب، ولكن البقاء في الوضع اللي كيكسرك اصعب. خلي هذا الفيديو يكون غير بدايه، بدايه انك تولي تسولي راسك واش هادشي كيناسبني،
وإلا ما ناسبكش راه مسموح لك تختاري راسك. إلا حسيتي براسك في هذا الكلام راه ماشي صدفة، يمكن هذه المرحلة كتطلب منك توقفي وتقولي حتى أنا مهمة. خذي وقتك ورسمي حدودك بشوية وما تحسيش بالذنب حيت اخترتي راسك.